السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد يا إخواننا، في لايفاتية مستويات، عليك نكون واضحين. لايفاتية مستويات، فما في زول يمشي يستمع لي زول لايفاتي جاهل. الجاهل بيستمع للجاهل، والعالم بيستلم للعالم. ما ممكن العالم يتحول ويتدنى عشان يخاطب الجاهل، وجاهل ده ما منتهي، ما جاهل منتهي، بس تعيظه. الجاهل ده تعيظه بس، يعني اللايفات بتاعته تكون وعظ وإرشاد عشان ترتفع بيه. لكن يا اخواننا في ناس بيستمعوا مستوى الفكر عالي جدا جدا، لازم يتدنوا عشان يفهموا شنو اللي أقل منهم مستوى، عشان شنو؟ عشان يفهموا كلامهم. يعني ده مبلغ علمهم، أي لايفاتي ومبلغ علمه. لكن المشكلة أي لايفاتي ومبلغ علمه بيتخيل أنه هو الطب، أنه هو فقيه الأمة عسكريا ولا فقهيا، فقيه الأمة. وهو شفت شنو بالإنجليزي كده جينيوس، واكتشف الألحان والأنغام. ففي ناس بيجونا يا إخواننا بقول لنا من الله الفاتحة دي: أكسروا كبر الفلاني. يا زول، ده مبلغك من العين. كسرنا كبري الحصحيصة، أقصد كسرنا كبري مدني، عشان الناس ما تحصل شنو القضارف. كده ما كفاية، يمكن يمشي بشنو؟ يمكن يمشي بالحصحيصة، يمكن يمشي بكبري سنار ده، ممكن يمشي ب60 من الكبار الصغيرة دي. يا نكسرهم كلنا يا خلين كلين، يا نولص كلنا يا نلبس كلنا. ده عقله شنو؟ يعني ما ممكن تمسك لي كوبري وتقول لي خلاص كده انت حليت المشكلة. ما حليت المشكلة، فيك ان شاء الله يرجع تاني يجي خالش بصوبة. يعني شو يعني؟ من صوبة يجي يخش القضاري. فقصة تكسر كوبري ده ما منطق، ما منطق. قول لي ناخذ فيه شاحنات، ناخذ فيه كونتينرز كويس، بقبل الكلام ده. لكن تكسر ده مبلغ علمك، ده مستواك اللي بتخاطبنا به، ده مستواك التكتيك العسكري اللي بتخاطبنا به. عشان كده الزول بيريح قلبه، ما بيمشي يستمع لللايفات دي العادية دي، لأنه حيسمع بلاوي، حيسمع أشياء تهرس قلبه، حيسمع أشياء تمغصه، حيسمع أشياء تقطع حشاو، نسأل الله السلامة. وأي واحد فيهم يتخيل أنه يعني فقيه المدينة. أي واحد لايفاتي يتخيل أنه فقيه المدينة، لأنه بخاطب مستواه. لا، أنت ما بتخاطب مستواك. الميديا دي والسوشيال ميديا دي بيستمع لها الجاهل والعالم. خاطبونا نحن يا اخواننا على حسب مستوانا، ما تستحقرونا. تقول لي يا اخي اكسر كوبري بتاع مدني عشان تمنع الهجوم للقضارب. يا اخي ممكن يجي خاشي لك خاشي لك انت مع الحدود الاثيوبيه، بيتفشق يجي خاشي لك، بيمنعوا شنو؟ فيا خلي عندك منطق يا الدعاة تكسير الكباري. يعني حقت عليكم الآية: يخربون بيوتهم بأيديهم. دين ما انتوا ذاتكم يخربون بيوتهم بأيديهم. الناس اللي قرأت السيرة المحمدية الكلام ده ما ورد. نعمل اللي عملوه ناس قوم سيدنا، نكسر أيدينا بأيدينا، نكسر بيوتنا بأيدينا. يا اخوانا ما تتقوا الله وترتقوا وترتفعوا من الفهم والعلم.
ما بتعرفوا سكتوا، ما بتعرفوا سكتوا، ما تغليون أكثر من نحن مغليين. ألم تعلموا أن الله قال في كتابه العزيز حسبي الله ونعم الوكيل من الجهل والجهلاء والتضليل والمضللين. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. خلاني أطلع على يفسر شنو الداعية المفكر المهندس الجينيوس اللي قال امشي اكسر الكوبري عشان شنو؟ عشان تعملوا حمايه للقضارب. يا اخي انت مخك ده ما في راسك، انت لا في كدمول ذاتك، انت لا في كدمول، انت لا في كدمول ولا شنو؟ ده ما كلام، ما بقول لي زول لا في كدمول، شنو تكسر الكوبري على الجنجويد؟ ما برضه انت ذاتك عشان تطاردهم عشان تسكهم عشان ايه وايه وايه، كسبتوا على نفسك هتلحقهم بشوف المراكب، تمد القضارب دي بشنو؟ بالمراكب. يا اخي خليك عندك وعي يا اخي، سكتنا عليك كثير جدا، انت قاعد احنا بنستمع لك ليه؟ من فهمك، من قوة رايك، من سدادة عقلك، من رجاحة عقلك، من شنو؟ والله بنكون مغبونين. وتمتلك السخرية، تمتلك ملك السخرية. بنجي نفرق عن نفسنا دي بالسخرية. أما تسخر منهم بيقول نمشي ليش في صدورنا ويشفي صدور قوم المؤمنين، إن شاء الله ربنا يجعلنا من المؤمنين. بنقول بتشفي صدورنا، لكن يا أخي أنت كده بتشوف شنو؟ بتألمنا بأفكارك الخلابة دي وفهمك الراغدة. ما تقول لي أنت ما كنت وما كنت بتدين، وكنت بديك عشان أرفع مستواك، أو كنت ما بدك عشان أرفع مستواك عشان ترتقي، لكن ما قدرت ترتقي ولا قدرت ترتفع. كالذي أخلد في الأرض، يهو ذاته كالذي أخلد في الأرض. يعني أخلدنا الأيامات دي استغفر الله العظيم العظيم في الحرب، ما قدر نتقدم خطوة واحدة. نحن ما قدرنا ننتهي أي حاجة، ما بنوصل لحدها أي حاجة، ما عندنا تمومة في حربنا دي، ما عندنا تمومة، ناقصين دائما. ليه؟ ما عارف. انتم موصلنكم علينا، موصلنكم علينا ان الحرب دي تستمر وتطقع دل 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 دل. بيسووا شنو؟ انتم بتلبعوا في الواطه دي، دارين منا شنو؟ عارفين دارين منا شنو؟ وقصدكم شنو بتلبعوا كل الواطه دي؟ انتم بتلبعوا في الواطه زي ما في اليمن بيلبعوا في الواطه. عادي كده، اليمن دي بتتلبع في الواطه والسودان بتلبع في الواطه. عندكم حاجه في مخكم، عندكم حاجه في الارض دي، عندكم في تحت الارض دي شنو بتلبعوا فيها كده؟ غضبانين منا، فاهمين والله فاهمين، بس ما نقدر نتكلم. بيتهجروا في البترول ده، بيتهجروا في البترول ده، بتدقوا في الوطن بيتهجروا في البترول ده. ما هجرتوا انتهيتوا يا اخي. امشي هجروا الجنوب، امشي هجروا الجنوب لانه التهجير بتاع البترول بتاع الجنوب ده بودي في اتجاه ثاني. امشي هجروه في الهضبه لانه بودي في اتجاه ثاني التهجير. الحبشه يستحيل يخلوا فيها يعني سلاح نوعي يشتغل. الجنوب يستحيل يخلوا فيه سلاح نوعي يشتغل لانه حيودي الهجره بتاعت البترول في اتجاه ثاني. بقول لكم ده اساسا كده الكلام كده، تقتنعوا ما تقتنعوا، وما حتقتنعوا لانكم ما عندكم عقول تفهموا بها ذاته. ما عندكم عقول تفهموا بها. قال لي ربي يغفر لقوم انهم لا يعلمون. احنا قوم لا نعلم لا نعرف، واقعين فينا اللب. ضربت الحرب العالمية دي أوروبا، هجرت منها أي حقل بتاع بترول. مشكلتكم انتوا دايرين تعملوها فينا نحن. والله ده وعد من الله عز وجل. أنتم قسمتم معيشتهم بينهم أم نحن القاسمون. الله قسم المعيشة دي بيناتنا، ما بتقدروا تتصرفوا. تهجروا ربنا برجعوا تاني. خليكم متأكدين إذا أنتم مؤمنين بالله البترول يتهجر بيرجع تاني، لأن دي قسمة ربنا قسمها قبل ما يخلق السماوات دي. قدر قوتها في 4 أيام.
سيدنا إبراهيم قال لي يا ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن. ربنا قال له لا ومن كفر ومن ربنا. فأتم الآيات إذ يبتلي الله إبراهيم بكلمات فأتمهن. من أتمام؟ ربنا أتم الآيات. قال ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. ربنا قال ومن كفر، لأنه من كفر ده لو ما حوج للبترول ده نحن حناكل من وين؟ حنشرب من وين؟ نادي نبيع له البترول ده ونبيع له معادننا دي عشان نقدر ناكل ونشرب. شفت التقسيم الإلهي ده؟ هم يحتاجوا لها ويدفعوا لنا نحن، ونحن شنو؟ نعيش. دي المعادلة كده، ما حتغير معادلة الله في الأرض. تشيله بيرجع. يمكرون مكرا وإن مكرهم لتزول منه الجبال. الجبال زالوها، الجبال بتاعت اليورانيوم وبتاعت الذهب وبتاعت المعادن زالوها حركوها، شالوها من هنا خدتها في حتات. حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا. اللهم عليك اتكلنا، اللهم إليك اتكلنا، اللهم لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. التجأنا بك واحتوينا بك واحترسنا بك ودججنا بك ودرعنا بك. اللهم انصرنا أنت خير الناصرين. وإن تنصروا الله ينصركم. عارف أنا ننصر يا رب، أنا ننصرك كيف؟ ننصرك كيف عشان تنصرنا؟ إن تنصروا الله ينصركم. ده مش نص قرآني؟ إن تنصروا الله ينصركم. دارين النصر أنصروا الله. ننصرك كيف يا ربنا؟ بالعبادة دي، بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعبد الله حق عبادة ربنا بينصرنا كده. بس ده النصر، دار النصر قال لك إن تنصروا الله ينصركم. طيب ننصر الله كيف؟ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. خلقنا عشان نعبده. دي نصرة الله عز وجل، ننصر والله يعلم. والله لو عارفين ربنا بننصره كيف أكنا عملناها. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر اللي هو القرآن ده أكبر ذكر، أكبر من الصلاة وأكبر من الصيام، أكبر. ولذكر الله أكبر يا أخواننا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنصاف المثقفين ديل أزمة السودان، وأزمة السودان جار السوء. أزمة السودان جار السوء، خطة واضحة. نحن جيراننا سيئين وحاقدين وانتهازيين غزيرين، لكن مين يسمع؟ قال لي يا نوح لا يؤمن لقومك إلا من آمن. خلاص نقول ونندح ونكورك ما في ذول. خلاص يهوذاته شفت ربنا نزله في سيدنا نوح ما بي. خلاص الآمن الآمن يعني تتكلم مع أي واحد ولا بتغير حاجة. عشان كده تمسك خشمك وتسكت، يغلبك بعد كده تقوم وتطلع لسانك. اللهم سلمنا، اللهم ارفع الشعب السوداني، اللهم احفظ السودان واحفظنا. اللهم نسألك أن تصلي على سيدنا نبيا بقدر ما في قلبي. السلام عليكم.